السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ شو على اليوتيوب من كل بلاد الدنيا؟ وحشتوني جدا. النهاردة جايالكم بوصفة حلوة جميلة تنفع لأولادنا كده أيام المدارس، وتنفع في أعياد الميلاد، وتنفع كتسلية مفيدة وسط اليوم. حاجة من عمايل ايديكي انتي وبس. النهاردة هنعمل الدونتس الجميل دوت، ما شاء الله نتيجة مرضية جدا. بنص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات بس من مجات الشاي العادية من الدقيق، هتعملي كل الكمية ديت من الدونتس. شكله جميل وبجد يفتح النفس جدا. حاجة انت عاملاها من عمايل ايديكي، وداعا بقى لشراء اي حاجة من الشارع. فرحي اولادك بحاجة بسيطة وبمكونات موجودة عندك في كل بيت. انا كمان حابه ان انا افتح معاكم كده واحده من الدونتس، واوريكي ازاي قلبها هش وطري وفلايفي كده، وهشه جدا وطريه. بصوا، شايفين يا جماعة النتيجة عاملة ازاي؟ ما شاء الله، قلبها زي القطن، طرية جدا من جوه، هشة وخفيفة. اولادك بصي يعني هيطلبوها منك على طول. حاجة البيت يا جماعة مفيش احلى منها. حاجة انتي ضمناها من عمايل ايديكي. نص كيلو هتوفري وهتدبري وهتعملي كمية كبيرة جدا. هتنفعك في المناسبات، هتنفعك في اعياد الميلاد، تنفعك الصبح كده. ممكن تحطي 2 ولا حاجة في البوكس لاولادك هم رايحين المدرسة. ما بنستغناش عن الحاجات دي خالص لاطفالنا ولاولادنا. تمام. حتى القطع المدوره اللي بتبقى من جوه الدونتس انا ما استغنتش عنها. عملت كده حاجه حلوه مختلفه، عامله زي لقمه القاضي. كان طعمها جميل جدا. جبتها كده اهو بعد ما حمرتها وخمرت معايا، رشيت على وشها من فوق حبه سكر كده بودر. كان طعمها خفيف جدا وجميل. ومش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا نخش على مقادير الدونتس بتاعنا النهارده الخفيف الهش الطري على طريقه قناه مطبخ شو. المقادير اللي نحتاجها لعمل الدونتس، انا هعمل النهارده الدونتس على نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق يعني 4 مجات من المجات العاديه دي. وده انا اختمرت معلقه كبيره من الخميره، حطيت عليها معلقه صغيره من السكر على حبه ميه دافين دافين، يكونوا فاترين يا جماعه مش سخنين، لحد ما خمرت وبقت بالنتيجه الجميله دي. نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السكر العادي الخشن. تمام. ومعايا كمان كوبايه من اللبن، دي هاخد منها نص كوبايه من اللبن، وهاخد معلقه من الخل، وكمان بيضتين بدرجه حراره المطبخ، وكيس فانيليا. تمام. مقادير كلها موجوده في كل مطبخ، بسيطه سهله ما فيهاش اي حاجه مكلفه خالص. طبعا انا هعمل النهارده الدونتس على 4 كوبايات من الدقيق. دي يعني حريه اختياريه. انت تقدري تعملي نص كيلو او ربع كيلو، او تضاعفي الكميه حسب رغبتك. اول حاجه انا عملتها، نزلت بالمواد الجافه على بعضها زي ما احنا متعودين نقلب كل المواد الجافه مع بعض. انا هنا حطيت النص كيلو كوبايه من السكر على الدقيق اللي هو نص كيلو، وحطيت رشه ملح خفيفه، وبدات ان انا اقلب كل المواد الجافه دي مع بعض. تمام كده. احنا بنبدأ بالمواد الجافة الاول، وبعد كده نبدأ بالمواد السائلة، ونبدأ نخلط العجينة مع بعض اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ابدأ انزل بقى بعد كده بالبيضتين اهو. بيضتين بدرجة، خلي بالك لازم تكون البيضتين بدرجة حرارة المطبخ، والسمنة برضو تكون سايلة بس بدرجة حرارة المطبخ، ما تخليهاش سخنة ولا اللبن يكون سخن، لاني لو في مكون من المكونات دي تبقى سخنة موت الخميرة ومش هتخلي العجينة ترفع ولا تخمر معاكي. لازم تراعي النقطة دي كويس جدا. ولا المكونات بتاعتك تكون ساقعة لسه خارجة من التلاجة، ولا تكون دافية سخنة، لا. حطي كل المكونات بتاعتك على الرخامة قبل ما تشتغلي بساعة او ساعتين، بحيث ان هي تاخد درجة حرارة المطبخ معاكي، فتديكي الوصفة بنتيجة ممتازة جدا. خلاص بعد ما حطيت البيضتين، نزلت طبعا برشة الفانيليا عشان البيض، ونزلت على طول بنص كوباية من السمنة اهو بالشكل دوت، وابدأ اقلب في العجينة زي ما انتوا شايفين. طيب الخطوة اللي بعد كده، بعد ما نزلت كده بنص كوباية من السمنة، هنزل معلقة كبيرة من الخل. طبعا الخل ده احنا عارفينه ومتعودين عليه في كل الوصفات، الكيك والحاجات الهشة القطنية ديت بتخلي الكيك او الدونتس او الحاجات القطنية دي كلها، بتخليها هشة كده وفلايفي وقلبها قطن من جوه. خلاص بعد ما نزلت بيها كمان، هبدأ انزل بقى بكوباية الخميرة. طبعا انا بحط الخميرة هنا قبل اللبن. ليه؟ لان الخميرة دلوقتي اصبحت مادة سايلة، لان طبعا انا كنت حطاها في حبة مية. فانا هبدأ اعجن باللبن على حسب ما العجينة تحتاج معايا. فلازم احط كل المواد السايلة، وفي الاخر خالص اشوف العجينة محتاجة مني قد ايه لبن.
نزلت اهو. طب انا هنا ليه اختمرت العجينه في الاول؟ يعني في ناس بتعمل الدونتس بتحط الخميره على الدقيق على البيض وتبدا تعجن كده على طول. لا، انا يا جماعه بجد والله عن تجربه يعني كتير وعن تجارب كتير في المطبخ، لان هي دي شغلانتي. اوعوا تعملوا اي وصفه فيها خميره الا لما تختمروها في الاول. لما بتختمريها في الاول وترفع معاكي، ابدأي اشتغلي بيها عشان تديكي الوصفة نتيجة ممتازة. لكن ممكن تكون الخميرة مدة صلاحيتها انتهت ومش هترفع معاكي وتحطيها على المكونات، فالوصفة كلها تبوظ وتستغني عنها، طبعا كده حرام. تمام. انا بدأت اهو خلاص الم العجينة باللبن الموجود معايا. طبعا اللبن ده انا كنت غلياه بس هو دلوقتي فاتر، يعني زي دمعة العين كده بالظبط. خلاص بدأت ألم العجينة زي ما انتوا شايفين اهو. اول ما تحسي ان الدقيق في الطبق بدأ ان هو يتلم معاكي، وبدأ ان هو حبيبات الدقيق كلها اتلمت، ابدأي لمي العجينة كده بايديكي، ولما تكور معاكي انزلي بيها على الرخامة عجنة والتانية، وان شاء الله العجينة هتبقى قوامها متناسب معاكي جدا. زي ما انتوا شايفين 5 دقايق بس تبدأي تعجني في العجينة على الرخامة، هتبقى قوامها ممتاز. وزي ما انتوا شايفين هي ما خدتش معايا غير نص كوباية من اللبن بس. هسيبها بقى كده لمدة ساعة ولا حاجة عشان احنا في الشتاء والجو ساقع، تخمر وترفع معايا وابدأ اشتغل بيها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حجمها اتضاعف اهي. هبدأ بقى انزل برش دقيق على الرخامة وابدأ افرد في العجينة بتاعه الدنيا. يعني انا عايزاها بسمك حوالي 2 سنتي كده او 3 سنتي بالكتير. ولما توصل للقوام دوت وتفرديها كلها، نبدأ ان احنا نشكل اشكال الدونتس بتاعتنا. حابه اقول لكم على حاجه كمان هنا يا جماعه. دي الصينيه انا قطعت عليها ورق كده مربعات، بحيث ان يكون كل واحده دونتس يبقى تحتيها ورقه. الورقه دي هتفيدك جدا لما الدونتس تخمر، تبدا ان انت تشيليها بالورقه، فتبقى سهله معاكي لما تيجي تقليها في الزيت. هتساعدك جدا قوي وهتحافظ على هشاشان وعلو الدونتس بعد ما يختمر. وهتبقى سهله وهتساعدك جدا لما تيجي تقليها، وهوريكي برضو دلوقتي واحنا بنعمل الدونتس. طبعا أنا هنا يعني ايديا اتبهدلت خالص من الدقيق كنتش واخده بالي خالص، بس يعني انا بحب حاجه البيت جدا. ببقى سعيده بريحه الخميره والمخبوزات وحاجه بسيطه بتفرح اولادنا. خلاص كده انا عملت كل الاشكال الدونتس بالقطاعه طبعا بتاعه الدونتس، تبقى موجوده في اي محل. وبعد ما عملت كل الاشكال ديت، ابدا الم العجينه دي واكورها وارجع اشتغل بيها تاني بنفس الاشكال. وبعد كده اهو بالاشكال اللي انا خلصتها ما شاء الله، اسيبها مده ساعتين 3 تخمر وحجمها يتضاعف، واوريكم بعد ما خمرت. شايفين الفرق بعد ما خمرت؟ بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. عليت ونفشت كده، وما شاء الله حجمها اتضاعف. طيب في الوقت دوت بقى لازم تكوني محضره كده حله فيها زيت غزير، يعني زيت كتير. انا قصدي ان انا اقول حله لان طاسه مش هتنفع خالص. الطاسه لازم تمليها، وغالبا الطاسه بتبقى يعني رفيعه مش عاليه. فانا هنا حطيت في حله كده عشان يكون فيها زيت كميه كبيره. لازم الدونتس يا جماعه تقلوه في زيت غزير عشان يستوي من فوق ومن تحت. طيب وكمان لازم يكون الزيت دافي، حاجه بسيطه خالص، ما يبقاش سخن عشان الدونتس ما يتحرقش معاكي من بره، ويكون قلبه ني. زي ما انتوا شايفين بصوا اهي الورقه، شايفين لازمتها ايه؟ الدونتس بتتشال معايا بكل سهوله، واحطها في الحله بتبقى سهله جدا لما تشيليها من عليها. اهو بصوا هوريكي واحده كمان اهي، الورقه تحتيها ساعدت معايا ان انا اشيل الدونتس واحطها تتقلي في الزيت بكل سهوله من غير ما تهبط معايا، وتبقى محتفظه بكميه التخمير والعلو والهشاشان اللي هي اختمرته في وقت التخمير. في ناس في الوقت دوت بتقلي الدونتس بالورق، بس انا مش بحبذ يعني الطريقه ديت الصراحه. بصوا اهي انا بشيلها من على الورقه واحطها بكل سهوله. في ناس بتقلي الدونتس بالورقه وتقولك بعد ما تستوي ابدا اشيل الورقه عادي مفيش مشكله، المهم ان هي ما تهبطش معايا. لكن لا، انا بحب الصراحه الطريقه ديت، بحاول اشيل الورقه بكل سهوله بتطلع معايا. خلصت كل الكمية، حطيتها كده على شبكة علشان تتصفى وينزل منها اي بواقي زيت، انا مش عايزاها يكون فيها زيت خالص. تمام. وجهزت معايا كمان انواع من الشوكولاتة، شوكولاتة فورماسيلا الوان، والشوكولاتة خام سودا، وشوكولاتة خام بيضة. الشوكولاتة الخام السودا ديت هنبدأ ان احنا نسيحها على بخار ماء، ونحط عليها معلقة من الزيت لحد ما قوامها يبقى سايل كده، يبقى جهزنا معانا صوص الشوكولاتة.
بعد ما جهزت صوص الشوكولاته، وبرده هتلاقوا طريقته لو حد مش عارفه هتلاقوه على قناه مطبخ شو، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بعد ما خلصت كده وجهزت صوص الشوكولاته معايا، هبدا اغرز بقى كل واحده من الدونتس وشها من فوق كده، اغرسه في الشوكولاته. طبعا التشكيل بقى ديت والجرنشه زي ما انتم متعودين دي حاجه تخصكم انتم، انا بقول لكم افكار وانتوا ليكوا برضو حريه الاختيار بعد كده. يعني انا عملت اهو زي ما انتم شايفين، جبت الدونتس وعملته كده يعني غرست وشه بحيث ان وشه كله يبقى عليه شوكولاته، ولو في اي حته مش مظبوطه ببدا اظبطها بالمعلقه. تمام. طبعا الاولاد بيحبوا الاشكال ديت جدا، بيعشقوها وبيحبوا يشتروها من بره، لكن انا هنا في قناه مطبخ شو ما بحبش اشتري اي حاجه من الشارع. انا ابني اول ما نفسه راحت له قلت له لا انا هعمله لك في البيت يا حبيبي، وهتلاقيه اجمل من بره كمان وكمان. طبعا ممكن تغرسي بقى وشه في شوكولاته بيضه، تعملي خطوط كده شوكولاته بيضه شوكولاته سودا، اللي يريحك اعمليه، الجرنشه دي ترجع لك انتي. وبدأت ارش على وشه كده حبة شوكولاتة فرماسيل الوان وحبة شوكولاتة فرماسيل سودا، وعملت خطوط بالشوكولاتة البيضاء، وكانت النتيجة ممتازة جدا. وهي دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، طريقة عمل الدونتس. يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. من قناة مطبخ شو، بهر اولادي جدا وعجبهم وطلبوه مني تاني. انا بعد كده هعمله في البيت على طول، واخليه متواجد على طول في البيت تحت اي ظرف اولادي يحبوا ياكلوه وسط اليوم، ياخدوه معاهم من المدرسة في اي وقت، ما بنستغناش عنه. نتيجته كانت قطنية جدا وهشة وطرية بجد، انا متوقعتش النتيجة الجميلة ديت. جربوه على طريقتي مش هتندموا، بس اهم حاجة تمشوا على المقادير مظبوطة. لو عندكم اي سؤال اي كومنت سيبولي في تعليق اسفل الفيديو. بحبكم في الله، انتظروني في المزيد من الوصفات باذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.